ومن هؤلاء ما صدر بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، قبل أيام يسيرة، من التحذير من هذه الفرقة الضالة المنحرفة، جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة أنها جماعة الخوان المفسدين، وأنها تتخذ من الدين ماذا؟ ستارا. جزاهم الله خيرا على هذا البيان والنصح لأمة الإسلام عامة ولشباب الأمة خاصة. لكن الشيء بالشيء يذكر، فيجب أن يعرف الفضل لأهل الفضل فينسب إليهم، فإن هذا البيان بارك الله فيكم هو من الواجب فعله للنصيحة لعامة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء الحديث الصحيح. إلا أن هذا التحذير، وكانوا قد حذروا من قبل سنوات أيضا، إلا أن هذا التحذير قد قام به علماء جهابذة من قبل، عقود متتابعة ماضية، فبينوا خطرها وخطورتها على عقيدة الناس وعلى مناهج الناس، وخطرها على الحكومات وعلى الأفراد، وأن هذه جماعة إرهابية مخالفة خارجية على عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة. ليس هذا افتراء، هذا صدره مؤسسها ومنظرها ومؤسس هذه الضلالة حسن البنا في كتاباته، كما في مجموع رسائله، قرر هذا ونطق به، وتتابع على هذا كل منظري هذه الفرقة الضالة ومن سلك مسلكهم. قام بهذا علماء من قديم حذروا أمة الإسلام وبينوا خطرها وغش هذه الفرقة لأهل الإسلام، وإن تلبسوا بماذا؟ بستار الدين، والإسلام هو الحل. وفي الحقيقة إنما هو من باب ذر الرماد في العيون. أهم شيء عند الجماعة أن يقفوا على الكراسي بكفر، بزندقة، بحلول، برفض، بخرافة، بضلالة، بمعاونة أهل الباطل وأهل الكفر، لا ضير، فإن الغاية عندهم تبرر ماذا؟ الوسيلة. ليس خطر هؤلاء مقتصرا على جماعة الإخوان، كل الجماعات الحزبية وإن تسمت بأسماء كثيرة كجماعة التبليغ فلا تقل خطرا ولا جرما وانحرافا عن تلك الجماعة، فأصولها أصول فاسدة خرافية قائمة على البدع والشركيات. وكذلك الجماعات المنبثقة عن هذه الجماعة جماعة الإخوان المفسدين كالسرورية وغيرهم كثير، والقطبي، كل هؤلاء وما تفرق عنها. كم حذر مشايخنا رحم الله الأموات منهم وحفظ الحي، تكلموا وبينوا ونصحوا، ولكن مع الأسف كانوا قلة. وفي وقت مضى لما كان شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في أحد الجوامع في هذه البلاد المباركة في الرياض يحذر من هذه الأفكار ومن هذه الجماعات، وأن الناس كانوا على قلب رجل واحد يعظمون علماءهم ويشتغلون بالعلم، يتآلفون بينهم، لا يعرفون هذه الأفكار، حتى دخلت هذه ماذا؟ الجماعات الحزبية الضالة، وأرادت أن تحرف الشباب والناشئة عن المنهج القويم. ماذا فعلوا في المسجد؟ انقضوا على الشيخ، أرادوا قتله. أما هكذا يفعلون من قديم؟ فإنهم يستحلون الدم
نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا تعلم أن هذه الفرقة عقيدتها عقيدة الخوارج، ومسلكها مسلك الخوارج، ومن قديم قد فعلوا مثل هذا ولا زالوا يفعلون. فهمتم بارك الله فيكم؟ فرجع إلى الناس حقيقة ما قال علماؤنا من قبل ومن بعد، وما بينوه وحذروا. فلما كانوا يتكلمون سابقا قالوا اتقوا الله لا تفرقوا المسلمين، ما في جماعات، أنتم بس تخترعون مثل هذا الكلام، فين هذه الجماعات؟ أنتم تشوشوا على الناس، اتركوا الناس. وفي المقابل اقتنص هذه يعني الفرصة كما يقال بعض التغريبيين والمنحرفين، فلما وجدوا أو وجدت الحرب والمناهضة لهذه الأفكار الحزبية المخالفة لعقيدة السلف ومنهج السلف الذي عليه هذه البلاد المباركة، كما صرح بهذا ولاتها منذ مؤسسها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وغفر له، حتى آخرهم خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، يصرحون بهذه العقيدة ويعتزون بعقيدة السلف وينصرون عقيدة السلف وينصرون السنة، وإن كان ثمة قصور فهذا حقيقة البشر وأمر البشر. بارك الله فيك. اقتنص هذه الفرصة بعض أمثال هؤلاء التغريبيين وغيرهم ممن هم انحرفوا بأسباب عديدة، فكلما قال أحد هذا الأمر حرام بنص الكتاب وبنص السنة وفقه السلف وعليه سادات العلماء، أنت صحوجي، أنت كذا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يجب أن توزن الأمور كلها بميزان الشرع، فلا يكون هناك تطرف في هذا الجانب وغلو، ولا أيضا تطرف وتفريط في هذا الجانب. فالوسط والحق هو منهج السلف وما كان عليه أئمة الحق من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وعلماء المسلمين الأخيار الصالحين المصلحين. وعلى هذا المسلك علماء هذه البلاد المباركة كشيخ الإسلام الإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وإخوانه من أهل العلم وتلامذته ممن سرك مسلكه. فيجب أن نتنبه لهذا. فهؤلاء كل هذه الجماعات لا تحكم شريعة الله، وهؤلاء يبغون حكم الجاهلية ممن يعمهم هذه الآية وهذا الذم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله